صحة شريبتكم. الليلة تسمعوا خرافة الراجل البدوي والوزير حسود، يحكيوا على أمير المؤمنين المعتصم. كان يحب الشعر والشعراء. نهار جاء واحد بدوي قال شاعر، شاوروا عليه دخل، قدم وخر، أعطاه كار السلطنة وبدأ يجلجل يسردوا في قصيدة عملها فيه كما نقولوا ملزومة، كيف القصايد اللي يعملوهم للأمراء وللملوك. عجبته هيك الملزومة هذيك. قال له تعرف شي حاجة أخرى؟ قال له نعرف يا سيدي. وبدأ يسرد في قصايد متاعه هو وقصايد متاع شعراء آخرين. هذه قالها فلان، هذه قالها فلان. عجبوا هيك العربي هذاك واستظرفوا. قال الزول دار الضيافة. الله الله، دار الضيافة عند أمير المؤمنين، أماكل ورياقات. في الليل بعث جابوا سهر بحذاه، والسهرية الكل أشعار ودب. عقاب الليل قام كل حد ارقد على نفسه، وهو مشى دار الضيافة. نهار الكل وهو ثم. في الليل بعد العشاء بعث عيط له، حتى ولا نديم عند أمير المؤمنين، ولا الفطور معاه ولا عشاء معاه. هاو المعتصم زمانتها عنده وزير حسود، اللهم عافينا، والحسود لا يسود. حسد هيك العربي هذاك اللي يفطر ويتعشى مع أمير المؤمنين والسهرية كل ليلة بحذاه. قال هذايا لازم باش ياكل لي راسي. أمير المؤمنين يحبوا المحبة الكل، توا تتقوى المحبة ينحيني ويحطه هو وزير في بقعتي. هذايا يلزمني نستنبط له في حيلة نطيروا من هالبلاد، ولا ما كانش دوير تخلات. قعد يخمم ويوزن ويقيس، حتى قالوا ربطة ظهرت له مهمة، وطلعت مهمة على كل حال، ضربة متاع باش صنايعية. ولذلك يا سيدي يلطف فيه، وين يتلاقى بيه يتمكن بيه يبوس ويعنق، وظهر له مودة كبيرة. حتى نهار استدعاه للفطور وعمل له كما نقولوا مثاومة، طعام فيه الثوم والبصل ياسر. بعد ما فطروا تحمدوا وتشكروا، جاء خارج الراجل قال له اسمع، ننصحك رد بالك، راهو أمير المؤمنين ما يحبش ريحة الثوم. شوف انت كيفاش تعمل، ما تقربلوش كي تبدأ تتكلم فيه. وكل حد مشى على نفسه، ومشى هو يجري للسرايا. الوزير ما هو يدخل من غير طريق. دخل قال له يا أمير المؤمنين، أنا وزيرك لمين، وما نحبش شكون يتكلم فيك ويقول فيك كلمة دونية، نعتبره كأنه قال فيا أنا، ولا في مرتي، ولا في أولادي، ولا في بنتي. قال له شكون تكلم فيا؟ قال له هاك العربي اللي انت عامله نديم ومقربه. سامحني يا سيدي، نظرك أصلح، أما يظهر لي ما حسنتش الاختيار. واحد كيف هذاك ما يستاهلش حتى يكون خديم من قدامك. قال له واش قال؟ قال له يا سيدي نحشم من سيدي ما نجمش نقول لك. قال له لا، قول قول. قال له يا سيدي راو قال أمير المؤمنين متاعكم فمه أبخر. شنية؟ عجيب، الكلب ابن الكلب بلبعد يقول هالكلام. أنا اللي كرمته وحاطه في دار الأضياف، الدار اللي نضيف فيها الملوك، وياكل في مواكل اللي عمره ما كان يحلم بها. مليح، تو نشوفه. صدق الوزير وعزم على قتل هاك الحربي هذاك.
هيا الوزير خرج، بعد حصة تخلى الراجل، حتى هو ولا يدخل من غير طريق. كيف قرب لأمير المؤمنين وجاء باش يكب، حط محرمته على فمه، ومنها قعد بحذاه كيف العادة ويتحدث معاه، وحاطط محرمته على فمه ديما، ويدور في وجهه، حتى تحقق أمير المؤمنين من كلام الوزير، وثبت عنده اللي هاوكم غطي خشمه باش ما يشم شيء. شد كتب جواب الواحد من العمال متاعه، كما نقولوا في نابل ولا في زغوان، يقول له فيها في الجواب فيه: الإنسان اللي يجيب لك الجواب هذايا مهما كانت صيبته قص له راسه. وعطاه له، قال له: هذايا غدوة خذ حصان من رواء واركب للبلاد الفلانية، قابل العامل متاعي واعطيه الجواب. سمع والطاعة، قام خرج من بعداه، تعرض له الوزير، قالوا: شنو هذا؟ قال له: هذا جواب عطاه لي أمير المؤمنين باش نهزه للعامل الفلاني. خمم هاك الوزير، قال: هذا لازم باش يدبرها، يندرى ايش باش يعطيه. قال له: ايش تقول لو كان نرتحك انا متعب ومن المشقة متاع السفر ونزيد نعطيك هاو 2000 دينار؟ قال له: يا سيدي اللي يظهر لك انت مبروك. قربع له 2000 دينار وخذا من عنده جويب، قال: ليلة واحدة تكفيني باش نوصل. وركب على حصان وشد الثنية. بعد كما تقول انت نهارين ولا ثلاثة، أمير المؤمنين قال: تي وينو الوزير؟ لا جاء لا اليوم لا البارح لا ولت البارح. قالوا له: يا سيدي ما ظهرش، تي تراه مالا، أبعثوا له دارو بالك مريض. وبعثوا ينجدوا عليه، قالوا لهم: أراه مسافر. مليح. وفلان الفلاني على هيك العربي ما شفتوهش؟ قالوا له: لا يا سيدي شفناه. وين؟ قالوا له: قبيلة شفناه في الفندق الفلاني. جاي برا، جيبوه توا في الحين. جابوه، قال له: تي وينك؟ والراجل مكبوس خايف. قال له: يا سيدي سامحني عصيت أمرك. قال له: كيفاش؟ قال له: يا سيدي نهار اللي أعطيتني جواب أنا خرجت من بحذاك، وتعرض لي سيدي الوزير قال لي: شنو هذا؟ قلت له: جواب للعامل الفلاني. قال لي: الواه باش تتعب روحك انت هالتعب الكل، ها ونرتحك من مشقة السفر، نوصل وين؟ سمعت كلامه يا سيدي، أعطيته الجواب، لكن قلت لو كان نقعد في السرايا توا سيدي يقول لي: ايش بيك ما مشيتش؟ وليت كريت بيتة في الفندق، قعدت فيها نستنى حتى نسمع بسيدي الوزير جاء من السفر، وقتها نجيك كأني قضيت لك القضية. هاي تي حق، تي انت تتحدث بي وتقول لي انا في امي ابخر؟ قال له: حاشا وكلا يا سيدي، اذا انا اذا كان انا نقول كلام كيف هذا فيك. قال له: ملا تهاو هاك النهار وانت قاعد بحذايا وحاطط محرمتك على خشمك، ها؟ قال له: يا سيدي هذاك ما هو نهارتها سيدي الوزير ضيفني للفطور وكلينا المثاومة، وقال لي: رد بالك، راو أمير المؤمنين يكفر بريحة الثوم. عاد كيف جيتك خفت تشم علي ريحة الثوم، حطيت محرمتي على فمي. قال له أمير المؤمنين: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. ومشى هك الوزير بحسده، والبدوي أمير المؤمنين حطوا وزير في بقعته، وخرفتنا طابة طابة
وعام الجاي جينا صابة